تصيع وتقعد تبوظ وتقعد تبوظ الدنيا وتعمل مشاكل مع ده ومشاكل مع ده. والمصريين اللي عايشين مع بعضهم في سكن واحد يحاولوا يستحملوا بعض ويحاولوا يراضوا بعض، وكلنا بنغلط، نفوت لبعض ونعدل بعض عشان الحياة تمشي وعشان الناس تمشي. لا انت هتقدر مقدرتك تعيش في سكن لوحدك وتدفع ايجار شيء وشويات، ولا انت مستعد ان انت ممكن تعمل مشاكل كل يوم في سكن ويطلع عليك سمعة مش كويسة. وبالذات الجالية المصرية النهارده بقى حتى في الكمثرية في زمان ما كان حد يروح الكمثرية بتاع البوليس كان يقول انا مصري كانوا بيخرجوه. دلوقتي مصر دي بقت مشكلة كبيرة، بقت مشكلة كبيرة من كتر المصريين اللي بقوا يقلوا ادبهم، والشباب الصغير اللي بقى يقل ادبه ويشكل مع بعض ويبيع مخدرات. في شباب هنا صغير قسما بالله يا حليم في الستيل اللي ورا ده قسما بالله بيبيع مخدرات ماشي. جه وسبق وساعات وامرار منهم كتير ناس بتترحل